بعد أكثر من 40 عاماً، هكذا أصبح نجوم فيلم الرسالة اليوم الفنانون الذين صنعوا أعظم ملحمة تاريخية عربية. الفنان الطيب الصديقي قام بدور الوليد، الجنسية مغربي، من مواليد 1938 وتوفي عام 2016. الفنان عبد البديع العربي قام بدور عتيبة، الجنسية مصري، ولد عام 1912 وتوفي عام 1996. الفنان حمدي غيث قام بدور أبو سفيان، الجنسية مصري، ولد عام 1924 وتوفي عام 2006. الفنان منير معاصري قام بدور جعفر بن أبي طالب، الجنسية لبناني، من مواليد 1940. الفنانة منى واصف قامت بدور هند بنت عتيبة، الجنسية سورية، من مواليد 1942 وما زالت على قيد الحياة. الفنان أحمد مرعي قام بدور زيد بن حارثة، الجنسية مصري، من مواليد 1942 وتوفي عام 1995. الفنان عبد الوارث عسر قام بدور ياسر، الجنسية مصري، من مواليد 1894 توفي عام 1982. الفنان عبد الرحيم الزرقاني قام بدور أبو طالب، الجنسية مصري، من مواليد 1913 توفي عام 1985. الفنان أحمد إباضة قام بدور أبو لهب، الجنسية مصري، من مواليد 1915 توفي عام 1985. الفنانة سناء جميل قامت بدور سمية، الجنسية مصرية، من مواليد 1930 توفيت عام 2002. الفنان حبيب العجيلي قام بدور حذيفة، الجنسية ليبي، من مواليد 1946. الفنان محمد العربي قام بدور عمار بن ياسر، الجنسية مصري، من مواليد 1946 وما زال على قيد الحياة. الفنان عبد العظيم عبد الحق قام بدور النجاشي، الجنسية مصري، من مواليد 1906 توفي عام 1993. الفنان محمد وفيق قام بدور عمرو بن العاص، الجنسية مصري، من مواليد 1947 وتوفي عام 2015. الفنان محمود سعيد قام بدور خالد بن الوليد، الجنسية فلسطيني، من مواليد 1941 توفي عام 2014. الفنان عبد الله غيث قام بدور حمزة بن عبد المطلب، الجنسية مصري، من مواليد 1930 توفي عام 1993. الفنان سالم قدارة قام بدور وحشي، الجنسية ليبي، من مواليد 1939 توفي عام 2000.
الفنان محمد حسن الجندي قام بدور أبو جهل، الجنسية مغربي، من مواليد 1938، توفي عام 2017. الفنان علي أحمد سالم قام بدور بلال بن رباح، الجنسية ليبي، من مواليد 1945، توفي في سنة 2019. لم يكن فيلم الرسالة مجرد فيلم تاريخي، بل كان عملاً غير نظرة العالم للسينما العربية الإسلامية، وخلد أسماء الفنانين الذين شاركوا فيه عبر الأجيال. رحم الله من رحل منهم وحفظ من بقي، وإلى لقاء في قصة جديدة من تاريخ الفن والسينما.